منى، هل الموضوع هذا، موضوع الانفصال بينك وبين أصيل، مثلا أثر هذا العام على أنك تكوني معهم في مسلسل الضائعة؟ والله إني كنت حاسة إن السؤال هذا حيجيلي. شوف، آم، بدون الدخول في تفاصيل كثيرة يمكن قد تزعج أو قد تزعج الناس الذي بتتابعني أو كذا، ولكن خليني أجاوب عليه من منطلق آخر، إنه أنا كنت موقعة معاهم عقد وكنت بطولة هذه السنة في المسلسل، ولكن بعد أن حصل الانفصال 1,000,000% إن النفسية بتكون متعبة وبتكون مش مهيئة، وخصوصا إنه أنا كان مساري مع مسار الأستاذ أصيل في العمل، يعني كنا بنتواجه في العمل، وبعد موضوع الانفصال يمكن بيومين أو 3 أيام كان مقرر لي أني أتحرك من صنعاء إلى تعز عشان أبدأ تصوير. فلا نفسيتي تسمح ولا نفسية الأستاذ أصيل كانت تسمح، بالرغم أنه أنا شخصيا إنسانة والله أقدر أفصل تماما حياتي الشخصية عن حياتي العملية، ولكن لا، هذا كان بالنسبة لي أخ وصديق مقرب قبل الزواج، وتزوجنا وعلاقتنا كانت طيبة وحبوبة جدا، والحمد لله يعني استمرت بغض النظر عن المشاكل اللي داخل البيت والأشياء هذه هي العادة يعني في كل بيت طبيعي. ولكن كمسار عمل فيه كان كيف أقول لك، يعني الشخصيتين ما كانش ينفع أنها تواجه بعد هذا الشيء، لأنه كان المفروض تأدي الأداء شخصية منى، أنت أي دور منى كنت المفروض دورك في مسلسل كان الضائعة؟ دور كان مرشح لي شخصية، ولكن كان دوري أم أمجد، شخصية أم أمجد في المسلسل، تتقابل معها. فكان لابد من التواجه جدا، يعني مع أنه قلت لك الحياة الشخصية غير الحياة أقدر أفصلها تماما، ولكن كان هذه الفترة أعتقد أنه كان هيكون في تأثير على مسار الشخصية، وأنا لا بسمح لنفسي أني أشتغل برتم أقل من الرتم الذي الناس تعرفني فيه، ولا كان ينفع أنه أسمح للأستاذ أنه ينزل أو يهبط من أدائه بسبب التواجه هذا. بالعكس أنا من النوع يعني من قبل ومن بعد بين أشجع الأستاذ أصيل على أشغاله وأعماله وعلى ما بيسوي، وأتمنى له أنه يشتغل حاجة ترفع من شغله ومن أدائه ومن أيوة، يعني لازم كل عمل ياخذ حقه ويشتغل فيه أحسن من العمل الذي قبله. فلذلك اعتذرت